مرحبا أصدقائي، في هذا الفيديو سنكتشف رحلة تطور صناعة السيارات في المغرب، وسنتعرف على كيفية جعل المغرب وجهة مغرية للاستثمار في صناعة السيارات، وكيف أصبحت المنتجات المصنوعة في المغرب محبوبة على الصعيد العالمي. هيا بنا نستكشف هذا الموضوع. تطورت صناعة السيارات في المغرب بشكل كبير خلال العقد الماضي، وأصبحت البلاد وجهة استثمار مهمة في صناعة السيارات على المستوى الإقليمي والدولي. إليك بعض المعلومات حول تطور صناعة السيارات في المغرب. أولاً، جذب الشركات العالمية. جذب المغرب العديد من الشركات العالمية المعروفة في صناعة السيارات مثل فورد ورونو وبيجو، التي يطلق عليها الآن بستيلونتيس وسيات وفولكسفاغن. هذه الشركات أسست البعض منها مصانع تجميع وإنتاج في المغرب، واستفادت من المزايا التنافسية التي يوفرها البلد. ثانياً، المناطق الصناعية المتخصصة الحرة. أنشئت مجموعة من المناطق الصناعية المتخصصة في المغرب لدعم صناعة السيارات. من بين هذه المناطق طنجير فريزون، وطنجير ميديترانيان فريزون، وكنيطرا فريزون. وتوفر هذه المناطق بنية تحتية متطورة وخدمات للشركات المصنعة. ثالثاً، الاستثمار في التدريب والتعليم، وذلك لتلبية احتياجات صناعة السيارات. تم الاستثمار في تطوير الكفاءات وتدبير العمالة المغربية، وتعاونت على ذلك الشركات المصنعة مع المؤسسات التعليمية، نذكر منها لوف بي بي تي، لتوفير برامج تدريب مهني وتأهيل للعمال في صناعة السيارات. رابعاً، تشجيع الموردين المحليين، وذلك لتحقيق التكامل الصناعي وزيادة القيمة المضافة المحلية. تم تشجيع تطوير وتعزيز قدرات الموردين المحليين في صناعة السيارات. هذا يساهم في تعزيز الاعتماد المحلي وتقليل استيراد المكونات الأساسية والمواد الأولية. خامساً، زيادة حجم الإنتاج والصادرات. تشهد صناعة السيارات في المغرب زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج والصادرات، وتساهم صناعة السيارات في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في البلاد وتقليل البطالة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المغرب مجموعة من الميزات الضريبية المجدية للشركات المتعددة الجنسيات، وتتضمن هذه الميزات تخفيضات ضريبية وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة وتسهيلات ضريبية للشركات القائمة، بما في ذلك الشركات العاملة في قطاع الصناعات النظيفة والمستدامة. أيضاً، تعمل الحكومة المغربية على تبسيط إجراءات الأعمال وتقليل البيروقراطية، مما يسهل إنشاء وتشغيل شركات في المغرب. هذه المبادرات تهدف إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النشاط الاقتصادي. يعتبر تطور صناعة السيارات في المغرب مؤشراً على التحول الصناعي وتنويع الاقتصاد، وتعزز دور المغرب كمركز لتصنيع السيارات في المنطقة. توفر هذه الصناعة فرصاً للتوظيف وتحفيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الصناعية في البلاد. واحدة من بين الشركات البارزة في صناعة السيارات الكهربائية في المغرب هي شركة نيو موتورز، وتأسست هذه الشركة عام 2019، وهي تعمل على تطوير وتصنيع سيارات كهربائية عالية الجودة وفعالة من حيث الأداء. تعد شركة نيو موتورز الشركة الأولى في المغرب متخصصة في تصميم وإنتاج سيارات كهربائية. تضمن الشركة استخدام تقنيات حديثة وابتكارات في صناعة السيارات الكهربائية، وتركز على الأداء والاقتصادية والاستدامة. تتضمن مجموعة منتجات شركة نيو موتورز سيارات صغيرة الحجم ومركبات عائلية وسيارات رياضية، وتهدف الشركة إلى تلبية احتياجات السوق المغربي أولاً والعالمي في مجال السيارات الكهربائية. تعمل شركة نيو موتورز بتكنولوجيا حديثة وتعاون مع شركاء محليين وعالميين في قطاع السيارات، وتهدف الشركة إلى تعزيز صناعة السيارات في المغرب وتطوير قطاع النقل النظيف والمستدام في البلاد. تعد شركة نيو موتورز مثالاً جيداً على تطور صناعة السيارات الكهربائية في المغرب وتعزز قدرات الشركات المحلية في هذا المجال. وهكذا أصدقائي نصل إلى خاتمة هذه الجولة في تطور صناعة السيارات في المغرب. من خلال الجهود الحثيثة والاستثمارات الكبيرة، أصبح المغرب مركزاً لتصنيع السيارات المهم في المنطقة. نحن فخورون جداً بتطور صناعة السيارات في المغرب، ونتطلع إلى ما ستحمله في المستقبل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك المزيد من المقاطع الشيقة.